يا ولد انزل حنا تحت، وينك فيه؟ يا اخي وش اللي امك تبيك كل شيء امي امي، يا ولد سكر وجه الباب وانزل. يلا يلا عجل. السلام عليكم. شلونك يا جار؟ طيب. سلامات، اشوفك معصب وطالع. سلامات. رجعتني امي، روح ود جيب تعال ابى اطلع معك وياي. لا اله الا الله. امك اللي ازعجتك الان وانا اخوك يوم صرت رجال صارت امك الان في عازتك اللي اهم من هذول اللي ما راح ينفعونك لا في الدنيا ولا في الاخره، ما ينفعك الا رضاها. الان امك ازعجتك، تصفق ذا الباب وكل ذا الزعل وتزعلها وتطلع، ما تعلم يمكن الله يقبض روحك وتبعد على غضب امك. هذا يعتبر عقوق. الان انت رجال، بدال الان ما تجلس جنبها وتدلك رجليها وتحب رجليها وتلقمها وتشربها وتقول لها لبيه وسعديه وتقول لها كلمة تدخل السرور في قلبها، تقول لها هذا الكلام. أنا محدثة تمام، أمي متوفية والله أتمنى أنها تطلع هذه الدنيا علشان أشم رجلها وأنت تصفق الباب. أبسألك سؤال ولا بيطيل عليك يا جار وبعدها أروح مع أخوياك. اللي حملك 9 شهور في بطنها من؟ امك. من اللي شافت الموت في ولادتك؟ امك. من اللي نظفت نجاستك بيديها؟ امك. من الذي طلعك الآن رجال؟ امك. من الذي أرضعتك من ثديها؟ امك. من اللي ما تنام الليل إذا كنت تعبان؟ امك. من الذي تفرح لا شافتك فرحان؟ امك. الله سبحانه يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أمك وأنا أخوك، أمك. يا جار أخوياك من هنا الله يجزاك. ذا الكلام بنت رجالتي، الله ما يغفر ذنبي يا شيخ، خل أخويا يقول. سم شفاي يا حبك للجنون، يما كما بيك وراحتي بوسة يديك، قلبي الصادق يبيك وانتي اللهم اغفر ذنبه.